كلنا بنمر بلحظات بنحس فيها إننا تايهين وإن حياتنا مش ماشية زي ما كنا متخيلين، والسوشيال ميديا ورثتنا إن الكمال سهل وإن كل الناس ناجحة ومبسوطة، بس الحقيقة إن ده وهم. فالفيلسوف سقراط قال لنا مثلا إن السعادة الحقيقية ليست في امتلاك كل شيء، بل في إدراك قيمة ما لدينا بالفعل. فالمايندفولنس واليقظة الذهنية في العلاج النفسي أو في السايكولوجي ده معناه هو الحضور بوعي للحظة اللي احنا بنعيشها هنا ودلوقتي. بتبدأ لما نهدى شوية ونبص حوالينا بوعي، نلاحظ النعمة في كل تفصيلة صغيرة بنعديها، لحظة تواصل مع حد بنحبه صدق، أو مساعدة إنسان، أو تواصل حقيقي مع كائنات حية والنباتات. عشان كده الرضا اللي احنا كلنا محتاجين نوصله مش معناه انك تبطل تحلم، بس معناه انك تقدر اللي في ايدك وتكمل طريقك من غير جلد ذات. فما تخليش الصورة المثالية اللي انت شايفها براك تخليك تكره الوضع بتاعك. يمكن اللي عندك دلوقتي هو اللي يوديك لأحلى من اللي كنت بتحلم بيه.